العالم ده حرفيا بيتسلق تحت موجة حر قياسية، وكل حاجة بتسوق أكتر. الطرق السريعة الفاضية بتتحرق من السخونية لدرجة إن الأسفلت نفسه بدأ يتعوج ويسيح. ومع كده في موقع بناء بعيد كام شخص تعيسين الحظ لسه شغالين في ورديتهم، والهوا سخن جدا لدرجة إن الحشرات نفسها بتقع ميتة من السماء. 2 من العمال كانوا على وشك ينهاروا، مستنزفين تماما من الحر الخانق ده، معتمدين على مروحة واحدة شكلها كئيب، وكل اللي بتعمله انها بتلف الهواء المولع حواليهم. حتى سترات التبريد الخاصة بيهم كانت خلاص على وشك تستسلم قدام الظروف الجنونية دي. وفي نفس الوقت واحد تاني قاعد في عربيته النقل بيفتش في تليفونه بعصبية على امر بوقف الشغل، مش قادر يصدق ان المديرين مخلينهم يشتغلوا في كارثة شبه نهاية العالم حرفيا. وفجأة واحد من الحفارين خبط في حاجة صلبة بشكل مستحيل تحت الارض. الحفار طلع صخرة غريبة فيها فتحتين، وواحد من العمال استظرف شكلها وقال لصاحبه بهزار انك كل ما تبص لها اكتر هتحس انها شبه وش انسان. وقبل ما يكمل كلامه الحاجة دي بدأت تتشقق في ايده، والاتنين فقدوا اعصابهم تماما وفضلوا يصرخوا بأعلى صوتهم من اللي حصل فجأة وبشكل مرعب. ومن جوه العربية النقل المدير بص ليهم بضيق وهو فاكر انهم اخيرا بدأوا يهلوسوا من كتر الحر، وصرخ فيهم وقال لهم يجوا ياخدوا بريك قبل ما يموتوا قدامه فعلا. وهم راجعين بتعب بدأ يتريق عليهم علشان اتخضوا من حاجة هو فاكرها مجرد صخرة، لكن وراهم الصخرة دي بدأت تتفتح وخرجت منها زوائد لحمية بتزحف كاشفة عن وحش مرعب مليان مجسات. وصرخ في الهواء السخن الحارق، وفي نفس اللحظة بالظبط كان في عامل توصيل سايق بسرعة ومش واخد باله خالص من الكابوس اللي داخل عليه. الراجل المسكين كان اصلا بيسيح جوه الخوذه بتاعته ومتوتر بسبب دليفري متاخر، والطريق بتاعه كان مقفول تماما بسبب نفس موقع البناء اللي هو رايح ناحيته. هو وقف جنب عربيه المدير على امل انه يعدي من جنب الحواجز وخلاص، والمدير اللي كان باين عليه هو كمان نص ميت شاور له يعدي بشويه شفقه. والاتنين شاركوا لحظه سريعه من التعاطف، ولكن جزء من الوحش كان على الارض واتعلق بسرعه في جزمه السواق وهو بدا يتحرك، ومن غير ما ياخد باله من اي حاجه شكرهم وانطلق جوه الموقع علشان يخلص شغله. ولكن المدير وهو بيتفرج عليه وهو ماشي شاف حاجه بتطلع على ظهر السواق، كائن بشع شبه الطفيلي ظهر جنب راس الراجل بالظبط وخلى المدير يتجمد في مكانه من الرعب. بعد اللي شافه المدير فضل واقف مكانه بيحاول يقنع نفسه ان كل ده كان مجرد هلوسه بسبب الحر. وفي الناحيه التانيه من المدينه درجه الحراره وصلت ل 52 درجه مئويه. يا الله، ده رقم بيهدد الحياه تحت سما حمرا بلون الدم. وده اكبر الناس كلهم يهربوا يائسين لتحت الارض لمحطات المترو علشان يحتموا. وتحت في المحطة الهواء كان ابرد، لكن كمية الناس كانت خانقة، زحمة ضخمة وعرقانة بتحاول تزق نفسها جوه القطر جوه العربية. المكان كان زحمة لدرجة ان الناس بالعافية بتتنفس وكلهم بيدوروا على نفس المهرب. حتى مع التكييف شغال على اخره الكل كان لسه بينقط عرق وبيهوي على نفسه بجنون. وهنا انتبهنا لما المشهد بينتقل لشاب موظف باين عليه انه مستنزف تماما وموبايله بيرن. شاف انها مكالمة من امه فرفع الموبايل على ودانه بتعب وحاول يبان قوي وهو بيقول لها ان ده اخر يوم ليه وانهم لازم يحتفلوا بالليل. وطمن امه انه خلاص رتب لهم ينتقلوا لمكان ابرد بكتير، وقال لها ان كل اللي عليه يعمله انه يعدي بس اخر يوم شغل ده. وبعد ما قفل التعب الشديد من الحر بدأ يضربه فعلا، وفجأة حس بإحساس وحش لما لاحظ إن رباط الجزمة مفكوك. وبسرعة قال لأمه إن مفيش حاجة، وهو بيحاول يبين واثق أكتر من اللي هو حاسس بيه ومتجاهل التعب بتاعه. والمترو وهو داخل المحطة بصوت عالي كان هو متمسك بيأس بأمل إن بكرة يكون أحسن. والأبواب فتحت أخيرا وخرج للمحطة المزدحمة اللي تحت الأرض، وفورا لقى قدامه زحمة خانقة من الناس رايحة ناحية مدخل مبنى المكاتب. فقرر يخاطر ويطلع للسطح بدل كده لانه مستحيل النهارده يتاخر ويواجه الحر الحارق. وجري بجنون عبر الشارع ووصل في اخر لحظه وبالعافيه تفادى عامل توصيل كان بيصرخ انه متاخر جدا على طلب. وصاحبنا حاول يلقط انفاسه وهو اصلا غرقان في العرق والتوتر، وظبط الكرافته بتاعته وهو بيتمنى بيأس ان اخر يوم ده يعدي بسلاسه. ولكن الامل ده مات في نفس اللحظه اللي دخل فيها مدخل المبنى لما صوت مقزز
مقزز نادى عليه ووقفه مكانه. طلع ان في واحد فاشل مستنيه على السلم، وباين عليه بوضوح انه جاي يدور على مشاكل. وش الموظف اتغير فورا واتملى برعب صافي من غير اي مبالغه، والراجل دخل في مساحته الشخصيه جدا وبدا يساله فلوسه فين، وحتى هدده انه هيستلف من الممرين اللي في المبنى باسمه. وبعدين قرب منه بابتسامه ملتويه وان ده بيبني، وده علشان بس يغيظه اكتر. وصاحبنا حاول بيأس يحافظ على ملامحه ثابته، وهو بيقول لنفسه ما يبينش اي خوف للراجل الفاشل ده، ولكنه كان واضح انه بالعافيه ماسك نفسه والعرق نازل على وشه من التوتر. وبكل ذره اراده عنده اجبر نفسه يفضل هادي ويعدي الموقف، بينما ابوه الفاشل كان بيتريق على تعبير وشه ومستمتع بكل ثانيه من استعراض السيطره ده، مستسلم لقدره. والشاب طلع رزمه فلوس علشان يخليه يمشي، وهو بيقول لنفسه ان دي اخر مره في حياته هيضطر يعمل فيها كده. وقبل ما يمشيه حذر ابوه ياخد الفلوس ويبعد خالص عن امه. والاب ضحك وكبر الموضوع وقال له يرجع شغله ويكسب فلوس اكتر. وبعد ما الراجل العجوز مشي وهو سكران، صاحبنا اخيرا دخل المبنى، وفي نفس الوقت كان عامل توصيل بيعدي بسرعه. وطبعا كأن الصدفه ناقصه طلع هو نفس السواق اللي كان في موقع البناء، وباين عليه انه متوتر ومتلخبط تماما. وجوه الساحه صاحبنا كان بيحاول يستمتع براحه التكييف الحلوه، ولكن عامل التوصيل اتبهدل تماما من زبون غضبان علشان اتاخر. طلع ان الاندومي البارده بتاعت الراجل بقت دافيه، ودي طبعا مأساة كونيه بالنسبه له. فبدأ يزعل السواق ويقول له انه عديم الفايده علشان بوظ الطلب. والسواق المسكين حاول يشرح ان موجه الحر الكارثيه يمكن تكون سبب تأخير بسيط، والموظف عرفه من بره وحس بشويه شفقه على وضعه. قرر ان الموضوع مش شغله وحاول يدخل يكمل يومه، ولكن الزبون ما كانش فارق معاه الجو خالص وهدده انه هيسيب تقييم قاسي. وده دخل السواق في حاله هلع كامله، وبدأ يترجى ما يعملش كده، وشرح له ان عنده طفل محتاج ياكله وان التقييم الوحش هيدمر اجره تماما. الزبون كان غرقان في نشوه السيطره وفضل يصرخ ان السواق لازم يتعلم درس. وصاحبنا حاول يفضل بعيد عن الموضوع وهو بيقول لنفسه ان ده اخر يوم ليه على اي حال، ولكن السواق فضل يترجى والزبون قسوه منه تجاهل توسلاته من غير لحظه تفكير. الموظف ما قدرش يتفرج اكتر من كده واتكلم اخيرا محاولا يدافع عن الراجل الغلبان، وتقدم خطوه وسأل الزبون لو كان مش شايف انه كبر الموضوع شويه. ولكن فجأة لاحظ ان في حاجه غلط جدا وبشكل مرعب في عامل التوصيل. وش السواق اتلوى الابتسامه غير ادميه ومرعبه وهو لسه بيتوسل علشان ياخد تقييم كويس، وبعدها فجأة كتله لحميه بشعه انفجرت من ظهره والزبون دخل في حاله رعب. الطفيل ده سيطر عليه تماما وخرج من جسم الراجل في تحول مقزز ودموي، وساب الموظف واقف متجمد تماما باصص على الكابوس اللي بتكشف قدامه في الساحه. الطفيلي انفجر اخيرا من راس السواق في انفجار بشع من اللحم، وخلى كل اللي في الساحه مشلولين تماما من خوف يخطف القلب. صاحبنا ما كانش قادر يفكر غير في ان ده كان المفروض اخر يوم ليه في المكان الجحيم ده، بينما كائن كابوسي مكون من زوائد بتتحرك اتشكل بالكامل قدامه، وبدأ يستوعب انه يمكن ما يرجعش ابدا بعد كده لامه. الحاجه دي كانت كتله مرعبه من وشوش بتصرخ وعيون حمراء منوره لا تعد ولا تحصى، وباقي الموظفين كانوا مصدومين زيه مش قادرين يستوعبوا اللي شايفينه. طلع ان الوحش عباره عن اندماج مقزز لاكتر من جسم بشري كلهم ملويين ومركبين فوق بعض. وصاحبنا كان بيحاول يستوعب المنظر المستحيل اللي قدامه قبل ما الكائن يندفع لقدام ويعض راس الزبون الغضبان ويقطعها تماما. الكائن وقف ضخم فوق اللوبي كتله هائله من الرعب الصافي، وشه كان نسخه مشوهه ومقززه من الانسانيه، وعيونه الحمراء المنوره كان بتوعد بحاجه واحده بس وهي الألم. الصدمة الأولى أخيرا اتكسرت واللوبي كله دخل في فوضى والناس جريت بجنون ناحية المخارج، لكن وسط هلع الكل في واحد بشكل غريب قال لهم مفيش داعي يجروا. والعبقري أبو العريف ده كان فاكر إن كل اللي بيحصل ده تصوير فيلم، وكمان اشتكى إن محدش بلغهم قبلها. الوحش كأنه خد الكلام ده على كرامته فرمى طفيل أصغر ناحية وشه خبطه في بقه مباشرة قبل ما حتى يستوعب إيه اللي بيحصل. تعبير الغرور على وشه
وشه اتحول بسرعه لقلم، والحاجه بدات تحفر جوه جمجمته. كل اللي قدر يعمله انه يمد ايده ويطلب المساعده، بينما جسمه كان بيتاخد منه بشكل بشع. وصاحبنا فضل يتفرج في صمت مصدوم مشلول تماما من الرعب، وجسم الوحش بدا يتشقق، وصاحبنا كان واقف مكانه مرعوب تماما. وفجاه الوحش اطلق من ظهره سرب كامل من طفيلات صغيره شبه الحبار. الناس كلها دخلت في هلع كامل، وفضلوا يصرخوا بأعلى صوتهم ويحاولوا يهربوا. الكائنات الكابوسية الصغيرة دي كان بيتحرك بسرعة البرق مندفعة ناحية الناس المرعوبة، واللوبي كله اتحول لفوضى مطلقة، والناس بتحاول بكل يأس تنجو بحياتها. وواحد من أفراد الأمن حاول يهرب، وفجأة بنت مسكت دراعه وفضلت تترجى بيأس يساعدها، وده لأنها مش قادرة تجري بسرعة لوحدها. وبدل ما يساعدها، الحقير ده ابتسم ابتسامة مقززة، واضح إنه بدأ يحس إنه بقى بطلها، حاول يمثل دور الراجل الجامد. وعلشان هو سمب، طفيلي خبطه في مؤخرة راسه جامد، فالبت زقته لقدام علشان تستخدمه كدرع، وهي بتتمتم عن غباء الرجاله والطفيليات. وهي بتتفرش على ارضيه اللوبي طلعت صرخه مرعبه وحاده، لكن فرد الامن كان لسه عايش في الوهم، فاكر نفسه بطل اكشن تماما، لحد ما اخيرا فاق وشاف الكائنات وهي بتترعش على الارض. ووقتها فرد امن تاني صرخ انهم سهل يتقتلوا، وده علشان يشجع الناجين المرعوبين. صاحبنا حاول يحذره انه يجري وينقذ حياته، ولكن الراجل كان مشغول يدي اوامر قبل ما طفيل يخبط في رقبته ويغرز زواقده جوه لحمه بعمق. الباقيين ما قدروش يعملوا غير انهم يتفرجوا برعب، وعينين فرد الامن اتحولت فورا للون الاحمر اللي مليان بالدم، وبدا يترجى بيأس اي حد يساعده يشيل الحاجه دي من عليه. واتكعبل اللي قدامه ومسك صاحبنا من قميصه، ووشه اتلوى من الم رهيب قبل ما راسه تنفجر تماما وترش بطلنا بمطر مقزز من الدم واللحم. صاحبنا اتجمد مكانه متغطي بالكامل ببقايا راس فرد الامن، بينما جسم الراجل كان بيتشلح، وطفيل جديد تماما انفجر من بقايا رقبته مطلع زئير مرعب، وعيونه الجديده منوره بغضب صافي ومطلق. في نفس الوقت الناجين التانيين كانوا بيصرخوا فيه يجري، وبيقولوا على الوحش انه كان مجرد فرد امن بسيط، والجمله دي كانها لمست وتر حساس، لان الكائن وقف فجاه مكانه وبدا يكرر كلامهم. كان باين انه افتكر انه دايما هو اللي بيساعد الناس، وفي الاخر بيستغلوه، وبدا يتساءل ايه فايده المساعده طالما هم بيسيبوه اول ما يبقوا في امان. وفي النهايه استوعب انهم كلهم بيبصوا له من فوق، وقرر انهم كلهم يستاهلوا يموتوا. ودلوقتي وكل الغضب المكبوت ده اتوجه مباشره ناحيه بطلنا المتجمد تماما. الوحش رسم ابتسامه مرعبه مستعد يعلمه ايه اللي بيحصل لما يستهين بحد. ادرك انه شبه عامل التوصيل ده بالظبط، دايما بيستخدم وبعدها الكل بيرميه بعيد. صاحبنا فاق من رعبه وصرخ باعلى صوته للكل انهم يجروا. الوحش طلع زئير اخير مليان غضب، وغضبه بقى خارج السيطره تماما، وفورا اندفع ناحيه الناس الموظفين اللي كانوا مرعوبين وكانوا بيحاولوا يهربوا، ومن غير لحظه تردد غرس سنانه في اقرب شخص وخلى المكان يتحول لمشهد دموي بشع، وبطلنا ترش على وشه دم ولحم، لكنه قدر يلف ويجري من هناك وانضم للفوضى المطلقه، والكل بيجري بيأس ناحيه اي مخرج ممكن من لوبي. كان بيحاول يجبر نفسه يفضل هادي لانه عارف ان الرعب طريق مباشر للموت. ووقتها لمح طرقه فيها اسانسير، فرصته الوحيده يخرج حي، وكان في كام ناجي محظوظين دخلوا الاسانسير بالفعل وبيصرخوا انهم دلوقتي هيقفلوا الابواب. هو زق نفسه جوه الاسانسير الزحمه وشايفه فرصته الوحيده للهروب، لكن مع بدايه قفل الابواب كان في مجس وحشي مستنيهم اصلا جوه. الاسانسير كان محمل فوق طاقته بشكل خطير، وكل اللي جواه كانوا على وشك ينهاروا تماما، بينما الناس اللي اتسابوا بره كانوا بيصرخوا ان لازم حد ينزل والا كلهم هينزلوا تحت. وست جنبه بدات تعيط وتقول ان عندها طفل وحطته في موقف مستحيل تماما، ففي قرار خده في جزء من الثانيه زقها لجوه اكتر ناحيه امان الاسانسير قبل ما يرمي نفسه بره الابواب وهي بتتقفل وسط سرب الطفيليات اللي تحت. الباب اتقفل بقوه وسابه لوحده تماما محاصر بالكائنات اللي بتصرخ، وهو فقد اعصابه وبدا يصرخ ان ده كان المفروض يكون اخر يوم ليه، اليوم اللي اخيرا كان هيهرب فيه من حياته البائسه للابد. وسرب الطفيليات وراه مباشرة، فجري بكل يأس ناحية الحمامات رافض تماما يموت في المكان الجحيم ده، وخبط نفسه في باب حمام الرجالة قدر يقفله بالظبط في اللحظة اللي الحشد المرعب من الكائنات الصارخة اتكدس على الناحية التانية، وبالعافية قدر يقفل على نفسه جوه، بينما الكائنات كان بتجري في الطرقة. هو اتسند على الحيطة وبدأ يحاول ياخد نفسه ويستوعب الفوضى المطلقة اللي حصلت، وبعدها وقع تماما على الأرض، والادرينالين بدأ أخيرا يخف، وللحظة قصيرة افتكر انه ممكن
ممكن يكون في امان جوه حمام المكتب المقرف ده، لكن بعدها افتكر ان في شباك في الدور الاول ممكن يهرب منه، وقبل ما يلحق طفيل يخبط في نفس الشباك ويكسر فرصته الوحيده للحريه. طلع ان خطه الهروب العبقريه بتاعته متقفله اصلا بلجنه استقبال من الوحوش، والصراخ اللي جاي من بره اكد اسوأ مخاوفه، والمدينه كلها كانت بتغرق في فوضى مطلقه. وبدا يستوعب ان اللي بيحصل مش مجرد حادثه معزوله في مبنى المكتب بتاعه، الحقيقه ضربته، يمكن المدينه كلها تكون راحت خلاص. وفي نفس اللحظه راس طفيلي ميته اتدحرجت جنب رجله، ولسوء حظه واحد من الكوابيس الصغيره اللي على الشباك قرر يدخل يزوره، وفورا رمى نفسه ناحيه وشه مستعد يحوله لمضيف تاني بيصرخ. ولكن صاحبنا ما كانش ناوي يقع من غير مقاومه، وخوفه اتحول لادرينالين صافي، وبرد فعل سريع جدا لف وضرب الحاجه ديت في الهواء، ومسك اقرب سلاكه حمام ودمر طفيلي تماما بضربه مرضيه، وخد ثانيه ياخد نفسه وهو باصص على الفوضى اللزجه اللي عملها على الارض قبل ما يستوعب ان مخبأ الحمام العبقري بتاعه اتكشف رسميا. هو حاول يطلب مساعده، ولكن طبعا ومن غير اي مفاجاه شبكه التليفون كانت ميته تماما. ووقتها افتكر تفصيله عبقريه في تخطيط المدينه، ممر تحت الارض للمباني اللي جنبه، وطلع ان المبنى ده متوصل مباشره بالمترو، وده بيديه فرصه حقيقيه يخرج حي. ففورا كسر عصايه الممسحه لنصين وعمل منها رمح شكله حزين جدا، لان الخروج من غير سلاح هناك معناه انه بيطلب يتحول لديكور جديد في اللوبي. وبوعد صامت لامه شد اعصابه وفتح الباب بحذر وبص بره، ولكنه لقى الطرقه عباره عن مجزره كامله والجثث متكومه في كل مكان. استوعب ان في وحش كبير واحد بس بينه وبين مدخل الممر اللي حوالين الناصيه، وطريق مستقيم في ممر غرقان دم لو قدر يتسلل من غير ما يتكشف، وده معناه انه ما يلفتش انتباه الورم العملاق الماشي اللي بيتغذى حاليا. هو تماسك وبدا يتسلل وسط المذبحه على امل ان الوحش يفضل مشغول، وجري جري صامت ويائس ناحيه باب الممر ومعاه رمح الممسحه الصغير الحزين. وللحظه قصيره افتكر فعلا انه خرج من هناك من غير ما حد ياخد باله منه، وبص وراه على عرض الرعب المطلق وهو عارف انه على بعد كام خطوه بس من الحريه، بينما الكائن لسه مشغول بوجبته المقرفه من موظفين المكتب السابقين. وطلع تنهيدة ارتياح مصدق انه فعلا قدر يعمل الهروب المستحيل. لكن فجأة صوت خطوات تقيلة بدأ يرن وراه وكسر الصمت الميت، لان مهمة التسلل العبقرية بتاعته ما كانتش سرية زي ما هو كان فاكر. استوعب برعب ان دي ما كانتش مجرد اصوات عشوائية، دي كانت خطوات فعلية. لكنه دفن الفكرة جوه دماغه، عارف انه مش قادر يسمح لنفسه يفكر في هوية الحاجة ديت، هو خلاص مش هيبقى ضحية، وقرر انه مستعد تماما يسيب المكان الجحيم ده بأي طريقة. وهو بيجري علشان حياته لما احنا جايه تانية بتجري قدامه طلعت البنت اللي استخدمت فرد الامن كدرع وركبت مكان بطلنا الاسانسير، ودلوقتي بتجري بيأس ناحيه مخرج وقدرت تقفل الباب بقوه في اخر لحظه. ساحقه واحد من الكوابيس الصغيره في الطريق، لكن وهي بتاخد نفسها استوعبت انها مش لوحدها في الناحيه دي من الباب، ووحش فرد الامن كان واقف هناك وبيسالها فين وعدك انك تردي لي الجميل. الست دي بنج اترعبت تماما لما شافت الراجل اللي لسه مستخدماه كدرع لحم، لكن بما ان الوحش لسه يقدر يتكلم فهي افتكرت ان اكيد لسه في شويه انسانيه جواه. وفي لحظة عبقرية خالصة قررت تعامله كراجل علشان تهديه، وكمان مدت ايدها محاولة تتفاهم مع كومة الغضب والمجسات اللي ماشية ديت. وينج قدمت اداء تمثيلي يستحق الاوسكار، وسألت الوحش لو كانت حياته صعبة، وعرضت عليه حتى تقضي لحظاتها الاخيرة معاه في تصرف يبدو كأنه لطف وايثار حقيقي. والوحش فعلا شكله كأنه وقع في الفخ، هو اتسحر تماما وهي بتطلب منه يكون لطيف، لكن طبعا من جواها كان بتسخر وتقول ان كل الرجالة زي بعض سهل يتلعب بيهم. يا بنت الواطيه، الا ان الراجل ده تحديدا ما اشتراهاش بربع جنيه حتى. فجاه ظهر وقال لها انها خدعته، وساب ينج مصدومه تماما، وخطتها العبقريه انهارت في ثانيه واحده. ولما استوعبت ان الحاجه دي اذكى من اي راجل قابلته لفت فورا وجريت علشان حياتها، ولكنه كان سريع جدا ووقعها على الارض قبل ما تبعد حتى خطوتين، وهي مثبتاه على الارض ما قدرتش غير انها تبص له برعب كامل ووشها مليان ندم، بينما الوحش واقف فوقها بيظهر ان الوقت جه اخيرا علشان ترد له الجميل. ينج استسلمت تماما لمصيرها المحتوم، معتقده ان دي اللحظه اللي هتموت فيها. وفي اللحظه اللي الوحش قرب منها صاحبنا طلع صرخه غضب وانفجر تماما، وبعدها فقد السيطره وبدا يحول سرب من طفيليات لعجينه باستخدام رمح الممسحه. ده كان جانب منه محدش شافه قبل كده، نظره غضب خام ومطلق. طلع انه كان كاتم كل مشاعره طول حياته من وهو طفل، ودلوقتي واقف فوق بقايا الكائنات المتشنجه اللي لسه مدمرها. حاول
ياخد انفاسه بعد الانفجار العنيف المفاجئ ده من الاحباط الصافي، لكن نوبة غضبه الصغيرة جذبت انتباه الوحش الكبير ليه من جديد، ولثانية قصيرة الرعب الخام بدأ يرجع لعينيه، ولكنه اجبره يختفي وقال لنفسه انه يقدر يقفل على كل ده جواه زي كل مرة. فضل واقف مكانه وخوفه اخيرا اتبدل بغضب صافي، بينما الوحش كان بيقرب منه والكائن طلع زئير غاضب، واضح انه مش مبسوط ان وجبته اتقطعت، ولكن ينج فوقته مسكت دراعه وصرخت فيه اتحرك، والوحش بعيونه الحمراء المنوره اندفع ناحيتهم مستعد يقطعهم هما والاتنين جريوا باقصى سرعه في الطرقه، والكائن بيدوس وراهم في مطارده شرسه. وصاحبنا استوعب برعب ان الحاجه دي بتقرب منهم بسرعه كبيره جدا، فقال لينج تجري لقدام ناحيه الممر، وقرر انه هيعطله بنفسه، ومن غير تردد كسر صندوق الطوارئ ومسك طفايه حريق كسلاح جديد، ولف يواجه الوحش بنظره بتقول انه خلاص تعب من الهروب علشان حياته، ورش الوحش مباشره في وشوشه الكتير وخلاه يصرخ من ألم رهيب. ودفعة الرغوة نجحت فعلا وجمدت وشوش الوحش متعددة كأنها تمثال بشع، وصاحبنا ما كانش مصدق حظه وبدأ يتساءل لو كان فعلا قدر يسيطر عليه. هو فضل يرش وهو بيرجع لورا ومتأكد ان الحاجة دي هتفضل متجمدة لأطول وقت ممكن، ومن عند الباب ينج كان بيتفرج عليه وهو صامد، وواضح انها بتحسب خطواتها الجاية، وبدأت فعلا تسأل نفسها هل تقدر اصلا تثق في الراجل ده انه يطلعهم هما الاتنين احياء. شافته واقف مكانه بطل مؤقت في سيناريو الكابوس المطلق ده، ولكنها بسرعه فكرت نفسها انها شتت انتباه الوحش قبل كده، فهم كده متعادلين تماما. وفي الاخر البنت لازم تتمسك بمبادئها، ومبادئها بوضوح هي انها تهتم بنفسها اولا. في نفس اللحظه طفايه الحريق بدات تهتف وتفضى وسابته من غير اي دفاع من جديد، فينج فورا دخلت من الباب وقفلت الباب وراها بقوه وسابته لمصيره. يا بنت الحربايه. وبكده ينج قفلت باب الممر اللي تحت الارض وقفلت القفل من غير لحظه تفكير، وسابت صاحبنا عالق تماما مع طفايه حريق بقت ملهاش لازمه، ووحش غضبان جدا. الرغوه على جسم الكائن بدات تتشقق وتقع وهو بيزقر وراجع الحياه، وكل الشجاعه الجديده اللي كانت عنده اتبخرت فورا، فلف وجري في الطرقه والوحش الضخم بيجري وراه عيونه الحمراء المنوره متثبته على هدفه. ولمح باب تاني فرصته الوحيده انه يتجنب يبقى ديكور دايم في اللوبي، واندفع ناحيه المقبض بكل اخر ذره طاقه فاضله عنده، وبالعافيه قدر يرمي نفسه جوه ويقفل الباب بقوه. في اخر لحظه وهو ساند على الحيطه اخيرا لقى ثانيه ياخد انفاسه فيها، وافتكر انه بقى في امان فعلا قبل ما يشوف سرب جديد من الطفيليات بيعدي بسرعه قدام مخبأه الجديد. ومع اقتراب السرب بسرعه منه صاحبنا عرف ان الوقت خلص تماما، فبص من ورا الباب وادى ينجي عنوان امه اخر امل وحيد عنده، وفضل يترجاها بس انها تطمن لو كانت امه كويسه. دي كانت اخر وصيه عنده. بعدها لف علشان يواجه الحشد، وملامحه اتغيرت لعزم قاتم ونهائي، لانه لو هيموت فمش هيخلي الموضوع سهل عليهم. وحتى والكائنات بقت فوقه تقريبا وصراخها مال الطرقه، وبدا يضرب بعشوائيه وخبط واحد منهم في الحيطه بكل قوه يائسه عنده. وعلى الناحيه التانيه ينج كان متجمده وكلامه عن امه بيرن في دماغها، ما قدرتش تمنع نفسها من التفكير كانت هتعمل ايه لو ابنها هي اللي كان بره. وفي تحول صادم ضميرها كسب فعلا وصحي، وبدات بعصبيه تحاول تفتح الباب، واخيرا شدت الباب وفتحته، وعينيها توسعت من الصدمه المطلقه بسبب اللي شافته، لان صاحبنا كان اتصاب بالفعل. كان في مجس بشع ملفوف باحكام حوالين وشه ووقع فورا على الارض، والطفيلي كان واضح انه بيسيطر عليه خلال ثواني. ينج استوعبت برعب متزايد انه كان ميت ماشي طول الوقت ده، واتجمدت لثانيه كامله بتحاول تستوعب التحول الفظيع في القدر ده. وفي نفس اللحظه الوحش طلع زئير غاضب واندفع مباشره ناحيه فتحه الباب، وفي محاوله اخيره مسكت جسم بطلنا وبدات تجره لجوه، وهي بتقول لنفسها انه بما انه تعض خلاص مفيش فايده انها تسيبه ورا، وخدت حتى عهد جاد على نفسها انها تلاقي امه بس علشان تحسس نفسها انها بتعمل حاجه كويسه، وهي في الحقيقه بتستخدم جسمه اللي بيموت علشان يسند الباب شويه اطول. ينج كانت ماسكه الباب مقفول بجسم صاحبنا وبتتساءل لو كان ده اخيرا رد القدر على اللي عملته، والوحش بيخبط في الحاجز وهي تقريبا اتقبلت ان دي نهايتها. ولكن بالظبط قبل ما يكسر الباب ازازه طارت من ولا مكان وخبطت في وش الكائن ووقفته مكانه لثانيه.
وده ساب يانج مذهولة تماما، مش فاهمة الازازة دي جات منين اصلا. ووقتها بنشوف راجل تاني بيفتح ازازة بكل هدوء كأنه في ساعة سعيدة جوه الجحيم. طلع انه عامل توصيل عشوائي، شكله عدى عليه يوم سيء جدا جدا. ويانج ما قدرتش غير انها تبص له بعدم تصديق، والدموع نازلة على وشها من الانقاذ الغريب ده. الوحش بدأ يطلع دخان وهو السائل بيحرق لحمه البشع، بينما الراجل الجديد شرب باقي الازازة بابتسامة مجنونة تماما. الراجل ده كان غضبان جدا وبيشتكي ان الوحش ضيع عليه مشروبه الغالي، وفضل يزعق للكائن علشان ضيع اخر مشروب كويس عنده، ودي طبعا اولويه من اعلى مستوى. ولف ناحيه ينج وسالها بهدوء لو كانت كويسه. كان ده يوم 3 عادي، وبعدها قال لها ان في ملجأ في الدور الاخير وانها تتجاهل جسم بطلنا. هي كانت لسه منهاره تماما لكنها وافقت، وغالبا كانت بتسال نفسها لو كان ينفع تثق في السكير العشوائي ده. بعدها قال لها تقفل الباب وتستخبى، وهو هيتعامل مع الوحش العملاق. ومع زئير الكائن الغاضب اندفع ناحيه هدفه الجديد، ولكن الرجل الغامض ابتسم ابتسامه مجنونه وقال ان وقت النار جه، ومد ايده في جيبه مستعد ينفذ خطه ناريه عبقريه قبل ما يكتشف انه مش لاقي الولاعه. لحظه فشل مذهله بجد. الراجل الجديد استوعب ان شنطته كانت قطعت، وده فسر مشكله الولاعه كلها. وفي الوقت نفسه ينج كانت باصه لجسم بطلنا وبتتساءل ازاي لسه ما تحولش الوحش. قررت انها ما تقدرش تخاطر وبدات تزق جسمه المصاب بره الباب، ولكنها ترددت لجزء من الثانيه ولحظه ضمير قصيره، وفي الاخر ملهاش اي لازمه. قبل ما عامل التوصيل يبدا يصرخ لها من الناحيه الثانيه للباب وبيترجاها بيأس تساعده يلاقي ولاعه، والوحش بيقرب منه من وراه. الكائن هجم، لكن طلع ان صاحبنا الجديد بطل قتال حر في المدينه تفادى ضربه مجس بسهوله، مثبتا انه مش مجرد عامل توصيل عادي، لانه كمان كان بطل ملاكمه على مستوى المحافظه وكان دايما بيجيب اعلى درجات في التدريب البدني. ودلوقتي الراجل ده وانج تشي مستعد يتقاتل بايديه مع وحش كابوسي حرفيا. وبزئير غاضب وانج تشي صرخ انه مش خايف من فرد امن متضخم، ووقف في وش الوحش الضخم مستعد يشتبك معاه بايديه العريانه. وصرخ لينج تفتش في جيوب بطلنا على امل تلاقي ولاعه، لانه عارف انهم هيتدمروا تماما لو ما قدرش يولع اي نار. وموضوع الولاعه كله رجعه لفلاش باك لوقت اظلم بكتير في حياته، لما كان مدمن كحول غاضب بيقلب شقته راسا على عقب علشان يلاقي سجاره، ولما ما قدرش يلاقي واحده بدأ يشرب الويسكي الحرام من الازازه. ومراته وابنه بيتفرجوا عليه مرعوبين من ركن الاوضه، ونادى على مراته وهو سكران ووشه كان قناع من غضب مجنون صافي. وقبل ما يكسر الازازه على راسها كاشفا عن ماضي الوحش تماما، طلع انه في الماضي كان سكير عنيف بيصرخ في مراته المرعوبه بسبب ولاعه ضايعه، ودخل في وشها وتعابيره كلها غضب منفلت، واتهمها انها مخبياها عنه كانها لعبه مريضه. بينما ابنه الصغير ما كانش قادر غير انه يتفرج برعب مشلول. بعدها كسر على راسها ازازه تانية وهو بيناديهم الاتنين بالفشله اللي مالهمش لازمه. وقبل ما يرمي كمان ازازه ناحيه ابنه هو شخصيا فاقد السيطره تماما، كان بيصرخ انهم عايشين عليه وبياكلوا من اكله، فقال حاجه يعملوها انهم يلاقوا ولعته، وبيسالهم هم لازمتهم ايه اصلا. ومراته ما قدرتش غير انها تحمي ابنهم بجسمها، وهي الاهانه والضرب مستمرين. والذكرى انتهت وهو بيظهر فيهم انهم يلاقوها، وانعكاسه كان وحش كامل. وفي الحاضر ينج كانت بتفتش جيوب صاحبنا بيأس على اي ولاعه، وفعلا لقيتها، وده سابها مذهوله تماما من التحول المستحيل ده في الاحداث. كانت مش فاهمه ازاي هو لسه متحولش لوحش مع انه مصاب. وفجاه بطلنا قعد حي جدا وباين عليه هادي بشكل مفاجئ، وشرح بكل بساطه انه دايما شايل ولاعه معاه، كاشفا عن جانب منه اقوى بكتير من الموظف اللي شفناه قبل كده. ينج صرخت فيه يسرع ويدي الولاعه لعامل التوصيل، وده لفت انتباه وانج تشي وهو في نص قتاله مع الكائن. وصاحبنا فتح الولاعه وقال لوانج تشي يستعد يرمي الازايز، وعامل التوصيل استوعب بصدمه ان الدعم اللي معاه مش جثه في الاخر. وانج تشي تفادى هجمات الوحش بخبره، مثبتا انه اكتر بكتير من مجرد كلام. ولكن الكائن كان بيغضب اكتر مع كل ضربه فاشله، وبيضرب مجساته الضخمه بغضب اعمى في الارض. ولما شاف فرصته وانج صرخ في صاحبنا انه يتحرك، والواد رمى الولاعه المولعه مباشره في خط النار. الولاعه خبطت في الازازه وخلقت كره نار ضخمه لحظه الاصطدام، وبلعت الوحش بالكامل في جحيم مشتعل من العداله الصافيه. الكائن طلع صرخه مرعبه بينما جسمه البشع بدا يدوب، وساب الناجين الثلاثه واقفين بيتفرجوا على عرض الرعب المطلق اللي بيتكشف قدامهم. جسمه كان بيتحول لفوضى بتغلي ولسه بيزقر من الم صافي ومطلق. ومع احتراق الوحش
لغايه ما بقى فحم. الناجين التلاتة ما قدروش غير انهم يتفرجوا على نار مشاكلهم وهي مولعه، ويانج سالت لو كان الموضوع خلص اخيرا، بينما صاحبنا فضل يحضك ولسه متغطي بدم ولحم شخص تاني. ووانج تشي تفاخر بثقه وقال طبعا خلص، لان دي مش اول مره يشوي فيها وحش، وحتى هز راسه لبطلنا باعجاب. واضح انه انبهر برميه الولاعه الجريئه، وبعدها عرف نفسه وقال انه وانج تشي وحاول يسلم عليه كانهم لسه قافلين صفقه شغل. لكن صاحبنا قال له فجاه استنى، وعينيه ثابته على البقايا اللي بتدخن على الارض. ده خلى وانج تشي يتلخبط تماما ومش فاهم ايه المشكله دلوقتي طالما الحاجه ماتت، لحد ما بطلنا وضح ان مشكلتهم الصغيره مش ميته زي ما كانوا فاكرين. طلع ان كمه اللزوجه المحروقه بتتجمع تاني وبتتحول لكائن جديد مقرف، وبدا يطلع صوت غريب وهو بيقول قد ايه بيحب الحراره، وده فعلا تطور مرعب. والوحش ده كركر وقال ان النار كانت درجة حرارتها مثالية ليه، بينما جسمه اللزج بدأ يتمدد بسرعة ويتشكل لحاجة أسوأ بكتير. وينج كانت باصة بعدم تصديق كامل لحظهم الكارثي. طلع ان النار فعلا حفزت تطوره الجاي، وده طبعا تطور ممتاز جدا بالنسبة لهم. والتلاتة ما قدروش غير انهم يتفرجوا والكائن بيكبر ويتحول لكابوس جديد تماما. وحتى وانج تشي بدأ يعرق بغزارة، مستوعب ان الحاجة ديت اكبر من مستواه بكتير. ففورا صرخ في الكل يجروا طول ما هم لسه يقدروا، ولكن كان خلاص فات الاوان، لان الوحش طلع زئير يصم الودان. اطلق موجه صادمه عدت على الثلاثه وقفتهم مكانهم فورا، وفي لحظه عيونهم كلهم بدات تنور بضوء احمر شرير. صاحبنا فجاه اتحبس جوه عقله، وصوت غريب بدا يكلمه وبدا يسخر منه، كاشفا انه حاسس باعمق خوف بدائي جواه. والصوت شجعه انه يسيب نفسه ويطلع كل الرعب ده مره واحده. وعده انه لو استسلم هياخد مكافاه خاصه جدا على معاناته، لانه على وشك يستلم هديه هتغير له كل حاجه تماما. تطور كامل، وجسمه المصاب بدا يتلوي ويتحول لحاجه جديده تماما. وفي نفس الوقت وانج تشي اتسحب جوه فلاش باك من جحيمه الشخصي، وهو فاكر نظره الرعب المطلقه على وش مراته خلال واحده من نوبات غضبه. شافها وهي بتحمي ابنهم بيأس من انفجاره العنيف وهو سكران، وافتكر الوحش المطلق اللي كانوا زمان وعينيه مليانين غضب غير انساني صافي. لكن جوه عقله صاحبنا قدر يرفض الموضوع النفسي بشكل قاطع. رجع بذاكرته للحظات اللي كان بيتضرب فيها، واستوعب ان الخوف مش قوه مطلقه ملهاش حل، ده مجرد متغير تاني في المعادله، حاجه يقدر يتعلم يسيطر عليها. وبنظره بارده قرر انه مش هيسمح لوحش نفسي انه يكسره. فوجه الوحش كل غضبه على وانج تشي وصرخ انه هو الوحش الحقيقي هنا. صاحبنا ثبت مكانه، والموجه النفسيه كانها بتتلاشى حواليه من غير ما تضره، لكن الكائن ما كانش خلص، وبعت موجة تانية من الهجمات العقلية مباشرة ناحية راسه، وهو اسنانه على بعضه وعداها رافض ينهار تحت الضغط. وفي الوقت نفسه وانج تشي كان غرقان تماما في ماضيه وبيترجى عيلته بشكل مثير للشفقة انهم ما يسيبوهوش، بينما مراته المرعوبة ما قدرتش غير انها تصرخ فيه يبعد عنها وعن ابنهم. وصاحبنا ثبت جوه عقله مستوعب انه الوحيد اللي مش بيفقد السيطرة تماما، بينما الوحش كشف انه جعان لمشاعرهم، ودي فكرة طبعا مريحة جدا. فورا استهدف الناجين التانيين اللي لسه مشلولين من الهجوم النفسي، وبعت مجس يضرب مباشرة ناحية راس يانج، وهي استعدت للنهاية المحتومة. والكائن فوقهم جاهز يتغذى على رعبهم ويحولهم لوجبة خفيفة. لكن بطلنا كان بيتفرج بتعبير بارد ومحسوب، وخوفه اختفى تماما. ومع خروج مجس تاني علشان يخلص على وانج تشي اتحرك اخيرا واعترض الهجوم بايده العريانة، وسحق طرف المجس لفوضى لزجة ضاغطا عليه بقوة مستحيلة وبيدمرها تماما من غير ما يرمش حتى. وده ساب الوحش الاساسي مذهول تماما ان هجومه اتصد كده بكل بساطة. صاحبنا كان الوحيد اللي لسه واقف ثابت تماما، بينما المجسات النفسية اتسحبت من التانيين وايده بقت كتلة دموية من سحق الزوائد. ولكنه بوضوح عنده مشاكل اكبر. الوحش سخر منه وسأله لو كان اخيرا مستعد يحس بمشاعر حقيقية دلوقتي، لكن بطلنا حضك فيه وتعبيره قناع بارد من التحدي الصافي اللي مستحيل ينكسر. وجوه راسه الكائن حاول يكسره ووراه انعكاس الوحش الداخلي اللي جواه، لكن وجهه بصرخه وقال للوحش النفسي انها تقرب وتجرب. طلع انه بياخد ضربات طول حياته من وهو طفل صغير، وتعلم بدري ان افضل طريقه للنجاه هي انه ما يحسش باي حاجه خالص. والتحدي الخام ده
عجب الوحش فعلا، وبدأ يكركر ان الشعور الجديد ده لطيف جدا، لانه واضح انه فهم ان صاحبنا كان كاتم جواه عمر كامل من الغضب الصافي طول الوقت، واترمى في ذكرى وهو طفل بيتضرب بعنف من متنمر وما قدرش يمنع نفسه من العياط، وده على ما يبدو كان اسوأ حاجة ممكن يعملها. المعذب بتاعه سخر منه وقال ان رؤيته وهو بيعيط بتخليه عاوز يضربه اكتر، فاداله ضربة تانية على وشه لانه اتجرأ يبين اي ضعف. الراجل ده فضل يصرخ فيه، يمسك دموعه ويبطل يتصرف كأنه طفل رضيع، لكن الواد كان لسه بينهار وبيعيط، وده خلى اللي بيعذبه يغضب اكتر لحد ما هدده انه هيجر امه في الموضوع لو ما وقفش فورا. وفي لحظه الدموع نشفت فورا واتبدلت بنظره بارده وفاضيه. المتنمر نفسه انبهر بده لما شاف العزيمه الجديده الميته في عين الواد، وده بالظبط الشعور اللي الوحش بيتغذى عليه بسعاده في الحاضر، وايده متدمره تماما. صاحبنا متاثرش بالالم حتى، وبدل كده جري في الطرقه علشان يسحب الوحش بعيد عن الباقيين. وانج تشي فضل يتفرج عليه وهو بيجري مذهول تماما من رغبه الواد المفاجاه في الموت، ومش فاهم ازاي حد ممكن يكون متهور كده في موقف زي ده. هو هاز ينج محاولا يفوقها من غيبوبتها النفسيه وهي على الارض، واخيرا صحيت مذهوله تماما وبتحاول تفتكر ايه اللي حصل. وانج تشي اعترف ان هجوم الوحش رجع له ذكريات مؤلمه جدا، ومع كده ما يقدرش يقف يتفرج على بطلنا وهو بيرمي نفسه للموت. في اللحظه دي قرر انه لازم يروح يساعده مهما حصل، وينج قالت له ينقذ نفسه خلاص، لكنه كان خلاص خد قراره وما كانش قدامها غير انها تتفرج برعب وهو بيبدا ينفذ خطته الخطيره جدا. صاحبنا كان بيجري في الطرقه ساحب الوحش وراه في مطارده مجنونه، وفكر انه بما ان الحرق فشل بشكل كارثي يمكن العكس ينجح، ففضل يجري والكائن وراه مباشره مستدرجه اكتر جوه الممر. رهانه الكبير الوحيد كان باب في اخر الطرقه، اخر فرصه ممكنه ليه، وطلع الباب ده لفريزر ضخم يدخل فيه الواحد. فكرة عبقرية جدا على الورق. هو ضغط على الزرار علشان يدخل وهو بيتمنى يحبس الوحش الضخم في البرد، ولكن الكائن كان سريع جدا وحصره في اللحظة اللي فتح فيها الباب. هو ثبته في الحيطة، والبرد المفاجئ حفز تحول جديد، والوحش اللي بدأ يتجمد ظهر انه جعان لمشاعره. تطور رائع جدا طبعا، والوحش فوقه مباشرة. صاحبنا نزل درجة الفريزر لأقصى حد على أمل ان برودة -35 درجة تكفي وتعمل المطلوب، ومجسات الكائن اللزجة بدأت فورا تتبلور في الهواء تحت الصفر، وجسمه كله بدأ يتشقق ويتكسر زي تمثال تلج رخيص. وده كان مؤشر كويس ان فخ الفريزر العبقري بتاعه نجح اخيرا، ولو لمرة. هو افتكر ازاي رغوة طفاية الحريق نفعت قبل كده وجمدت الوحش اللي فات، ولكنه كان عارف ان ده غالبا حل مؤقت قبل ما يسيح تاني. فشاف سلاح مرتجل مثالي متعلق على بعد خطوات قليلة، مسك قطعة لحم ضخمة مجمدة واستخدمها كأنها فاس قتال، وبضربة غاضبة كسر الوحش المتجمد لمليون حتة تلج، ونزل بخطاف اللحم بكل قوته وفتت الكائن المتجمد تماما. بقاياه بقت مجرد شظايا تلج ومجسات متناثرة على أرضية الفريزر، وهو واقف فوق الفوضى دي حاول ياخد أنفاسه بعد المحاولة اليائسة الأخيرة، وسمح لنفسه للحظة يصدق إن الكابوس خلص أخيرا. ولكن طبعا القطع المكسورة بدأت فورا تتحرك وتتجمع قدام عينيه، وفي اللحظة دي بالظبط استوعب ان خطة الفريزر العبقرية بتاعته خلت الدنيا اسوأ بكتير. وقبل ما يلحق يتصرف المجسات الجديدة طلعت بسرعة واتلفت حوالين جسمه بحكام، وكل اللي قدر يعمله انه يطلع شهقة مكتومة، والمجس اللزج بدأ يشد قبضته عليه. الحاجة دي لفت حوالين رقبته وقطعت عنه الهواء بقوة ساحقة، وسابته يتساءل هل دي فعلا الطريقة اللي هيموت بيها بعد كل القتال ده وقبل ما يتحول لاكل وحوش. وانج تشي دخل المشهد بفاس حريق موجود في التوقيت المناسب جدا، وبدأ يقطع مجسات الكائن، وواضح انه مش عاجباه اختياراته في الحياة. وبصرخة غضب فضل يضرب ويضرب مصمم يحول الحاجة دي لكومة لزجة، وده اللي عمله فعلا. هو قطع الوحش لقطع كتير بتترعش على أرضية الفريزر، وبطلنا ما قدرش غير انه يتفرج على عامل التوصيل وهو بيفك الكائن الكابوس لوحده. ووانج تشي اخيرا لقط انفاسه واقف فوق بقايا شغله الفوضوي جدا، ولف يطمن على صاحبنا وسأله لو كان كويس بعد تجربة الموت القريبة دي كلها. لكن بطلنا قال بس انه كويس، وتعبيره فجأة بقى جاد وكئيب
غريب لسبب معين. طلع انه استوعب ان عندهم مشكله اهم شويه من احشاء الوحوش على الارض، لانهم في وسط قتالهم البطولي نجحوا انهم يحبسوا نفسهم جوه الفريزر، وبعد ما تعاملوا اخيرا مع الوحش بقوا عالقين جوه نفس الفريزر اللي استخدموه كفخ. والترموستات ركب سماعات المهم، والترموستات اكد مشكلتهم الجديده سالب 35 درجه مئويه. صاحبنا كان بدا يرتعش بالفعل ونفسه بيتحول لضباب متجمد في الهواء القارس، بينما وانج تشي فضل يضغط بجنون على لوحه التحكم المكسوره، مستوعب انهم محبوسين تماما. هو قاعد على الارض متقبل السخريه العظيمه من انهم ينجوا من وحش بس علشان يموتوا متجمدين. ولف البطلنا وساله هو عرف ازاي اصلا انه يستدرج الكائن ده لفريزر، لكن الواد قعد في صمت تام حتى ما كلفش نفسه يرفع عينه من على الارض، وبعدها قال له ببرود يوفر طاقته ويبطل كلام علشان يحافظ على حراره جسمه. وده ساب عامل التوصيل مذهول تماما من انعدام المهارات الاجتماعيه عند الواد ده، ولكنه حاول تاني وسال بطلنا هيروح فين لو خرجوا احياء فعلا. صاحبنا اتكلم اخيرا وقال لوانج تشي انه المفروض يروح بيته لو خرجوا، وده خلى عامل التوصيل يضحك وقال له انهم بقوا شبه اصحاب حرب دلوقتي. فسالوا خطه وانج تشي الكبيره بعد نهايه العالم ايه اصلا، وطلع ان الراجل في مهمه انتقام كلاسيكيه علشان ينتقم لاخوه، وبيقول ان ده الحاجه الوحيده اللي مخليه يكمل وسط الفوضى دي كلها. بطلنا رفع عينيه وبصله مستوعب الخلفيه المأساويه المفاجاه ديت اللحظه قبل ما وانج تشي يساله عن اسمه، والواد بدا كانه متفاجئ من السؤال، وبعد صمت طويل ومحرج عرف نفسه اخيرا باسم شياو جي. وانج تشي شاف فيه حليف محتمل واقترح انهم يتعاونوا لو نجوا من الفريزر ده، ولكن شياو جي بصله بنظره ميته من غير ما يقدم اي رد. وفي اللحظه اللي كانوا خلاص على وشك يبقوا ايس كريم، باب الفريزر اتفتح فجأة بصوت صرير وكشف عن ظل واضح انه مش وحش تاني، ودي كانت حاجة مرحب بيها جدا. طلعت دي ينج اللي بطريقة ما قدرت تفتح الباب من بره، وسابت وانج تشي وشياو جي مذهولين تماما من الانقاذ في اخر لحظة. هي قالت لهم بهدوء يطمنوا، وواضح انها مستمتعة بلحظتها كبطلة غير متوقعة، بينما الاتنين كانوا باصين لها مش فاهمين ازاي لسه عايشة لغاية دلوقتي. في نفس الوقت المشهد بيتنقل للمدينة بره اللي بقت منطقة حرب كاملة، وفرقة جنود مسلحين تقيل كان بتجهز لعملية خطيرة، وواحد منهم كان بيتأكد من بدلة التبريد بتاعته وبيأكد ان كل حاجة شغالة كويس للمهمة، والقائد بيأمرهم يفضلوا منتبهين ومستعدين يدخلوا وسط الفوضى. والفرقة المسلحة بلغت انهم بيقربوا من مبنى المكاتب المستهدف في المدينة المدمرة، والكابتن اداهم النصيحة العبقرية انهم متوتروش لان المشاعر بتجذب الوحوش. دي نصيحة ممتازة جدا خصوصا قبل ما كائن ضخم بمخالب ومجسات يقتحم عليهم المشهد. ومن غير وقت للتفكير القائد صرخ في الكل يفتحوا النار عليه، ولكن الرصاص بالعافيه خدش الحاجه دي وهي داخله في تشكيلهم بكل قوه. واحد من الجنود اتخرم فورا بمخلب. بدايه جامده جدا المهمه يا جدعان، وهو مرفوع في الهواء. الباقيين فضلوا يفرغوا مخازن الرصاص من غير اي فايده، وفجاه وحش عملاق شبه الخنفسه خبطهم من الجنب وعمل فوضى مطلقه. فوقتها الكابتن استوعب اخيرا ان اللي بيعملوه مش نافع، وصرخ في رجالته يوقفوا ضرب. والناجين بلغوا عن خسائر كبيره وفضلوا يطلبوا دعم وهم واقفين في نص مقبره. وفي الوقت نفسه راديو عسكري بدا يطلع اوامر عاجله عن تعزيزات جايه، ومهمتهم الوحيده هي انهم يرجعوا شخص غامض حي مهما حصل. نرجع للناجين بتوعنا، الثلاثه كانوا بيحاولوا يحددوا خطتهم الجايه ايه، ووانج تشي اقترح انهم يدوروا على مؤن ومكان امن يستخبوا فيه. ويانج جابت سيره الملجأ اللي قال عليه في الدور الاخير فورا وسالته ايه اللي مأخرهم، فاعترف ان في راجل مزعج هناك فوق، ولكنه قرر انهم هيروحوا على اي حال. هي بدات تتردد وبتسال نفسها لو كان الرجوع للمجموعه الاساسيه اذكى ولا لا، وبعدها فورا رجعت لدور البنت الضعيفه اللي محتاجه حمايه، وقالت انها خايفه جدا تبقى لوحدها. ووانج تشي شكله صدقها ووعدها انه هيطلعها هناك بنفسه، ولكنه وضح انه هيوصلها بس ويمشي لانه هو كمان مش مهتم يشوف الراجل ده. لكن شياو جي اعلن فجاه انه هيسيبهم ويروح البيت، ودي طبعا خطه فرديه عبقريه جدا. ووانج تشي شك في سلامه عقله وفكروا ان بره عباره عن جحيم مليان وحوش، لكن الواد فضل باصص للارض غير متاثر تماما بالحجه المنطقيه جدا ضد خطته، ومن غير اي كلمه تانية لف ظهره ليهم وبدا يمشي. فوانج تشي مسك دراعه محاولا يفكروا باتفاقهم انهم يتعاونوا وينجوا سوا، لكن شياو جي فجر المفاجاه وقال انه تعض بالفعل وانه تقريبا قنبله موقوته. قال لهم ما ينفعش يخاطروا ويكونوا
يكونوا قريبين منه لما يتحول اخيرا، لانه ممكن يتحول في اي ثانيه، ووقتها يسيبهم يتعاملوا مع النتيجه الفضوليه جدا. والاتنين التانيين ما قدروش غير انهم يتفرجوا عليه وهو ماشي، واخيرا فهموا سبب شجاعته الانتحاريه المفاجاه. المهم، وبطلنا ماشي لوحده كان فكره الوحيد انه يوصل لامه مهما كان الثمن، وفي الوقت نفسه المدينه كلها كان بيتحرق تحت سما حمراء بلون الدم. نهايه عالم كامله بتحصل، والناجين الوحيدين بيحاولوا يهربوا بيأس في الشوارع المدمره تماما، لكن وحوش بشعه بقت تجوب المدينه بيطارد اي حد بيتقفش، وواحد من الكائنات الشبيهه بالعنكبوت سيطر بسهوله على مدني في هجوم عنيف. وجوه شقه قريبه نشره اخبار اكدت ان اللي بيحصل بقى كارثه عالميه، ودي طبعا اخبار رائعه. ومسؤول حكومي حاول يطمن الكل ان فرق الانقاذ في الطريق، قال لاي ناجين يتوجهوا لاستاد المدينه، وهو شكله بالعافيه مصدق كلامه. وبعدها اضاف ان ابراج شبكات الموبايل كلها وقعت، وده بيخلي البث ده مفيد تقريبا لناس قليله جدا. وبتوسل اخير يائس ان الكل ينجو من ده مع بعض، الاشاره اتقطعت واتحولت لتشويش، وثابت مبنى المكاتب واقف لوحده قدام خلفيه مدينه سقطت بالكامل. وبعد ما شياو جي حسم قراره، هدفه الوحيد المتبقي كان انه يرجع البيت لامه، فبص بحذر بره وشيك على تليفونه على امل ضعيف انه يكون اشتغل تاني والشبكه رجعت، لكن طبعا مفيش شبكه، وده اكد ان العالم بره كارثه كامله. ده سابه قدام طريق واحد بس لو عاوز ينجو في رحله الرجوع للبيت، فقرر ياخد الممر اللي تحت الارض على امل يوصل منه لنظام المترو. وخريطه سريعه في دماغه وضحت ان المشوار ساعتين مشي، بافتراض ان مفيش حاجه تحاول تاكله في الطريق. لكن قبل ما يروح اي مكان هو محتاج مؤن، ومحل البقاله في الدور الاول هو الهدف المثالي. وهو بيخطط بقى لقائمه مشتريات نهاية العالم، فجأة استوعب انه مش حاسس بالحر تاني، وبعد فحص سريع اكتشف انه حتى مش بيعرق، وده بالتأكيد مش علامة كويسة. وبعد كل القتال ده في حرارة 50 درجة بدأ يتساءل التغيرات دي بدأت امتى اصلا. وشياو جي بدأ يربط النقاط واستوعب ان جسمه من فترة كان بيتصرف بغرابة من اول ما اتصاب، ولكنه كان مشغول جدا بالقتال علشان حياته لدرجة انه مخدش باله. ومع الفوضى المتواصلة ما كانش عنده لحظة يسأل نفسه عن مقاومته الجديدة للحر، وده معناه ان الموضوع لازم يكون ليه علاقة بالطفيليات اللي عضته من الاول. هو خمن ان العدوى اجبرت جسمه يتكيف مع درجات الحرارة المتطرفة، ولكن ده لسه ما يفسرش ليه هو الوحيد اللي ما تحولش لوحش. ولما فكر في اللي شافه افتكر ان كل تحول شافه كان مرتبط بمشاعر شديدة، زي الكائن العملاق اللي كان بيصرخ حرفيا انه عاوز يتغذى. ووقتها فهمها اخيرا، هو ما تحولش لانه قضى حياته كلها بيكبت مشاعره، وده معناه ان المحفز الوحيد للتحول ده هو المشاعر الخام من غير اي فلتر. وشياو جي تجاهل حالته الجديده وقرر ان مناعه الحر دي ميزه حلوه جدا، ودي هتديله افضليه كبيره، وهو ماسك عتله مؤقته مستعد للمرحله الجايه. وقرر يروح لمحل البقاله يجيب مؤن قبل ما يحاول يهرب تحت الارض، وبص بحذر حوالين النص وبدأ يتحرك ناحية المحل في الدور الأول، وقدر فعلا يوصل من غير مشاكل. ودي كانت لحظة حظ نادرة، المكان كان شكله خالي تماما ومفيش أي علامة على وجود وحوش مستخبية. فدخل وهو رافع سلاحه، بس لقى المكان متبهدل بالكامل، ولكن عينيه اتوسعت برعب لما شاف المشهد البشع جدا قدامه، لأن الأرض كانت متغطية ببقايا ناجين تانيين ما قدروش يخرجوا. وبنظرة أقرب اتأكد إنهم اتقتلوا بنفس الطفيليات، وده طبعا اكتشاف مريح جدا. شياو جي اجبر نفسه يفضل هادي تماما، عارف ان اي مشاعر ممكن تكون حكم بالاعدام، ولقى كميه صغيره من المؤن الباقيه وبدا فورا يجهز شنطته للهروب، وهو عارف ان الوقت قليل. حشر بسرعه كام زجاجه ميه غاليه في شنطته، وبكده بقى جاهز ينطلق ناحيه الممر اللي تحت الارض علشان يرجع البيت. ولكن بالظبط وهو على وشك يمشي، راجل بدا يصرخ فيه من فوق مهددا انه لو اتجرأ ياخد اي حاجه مش هيخرج من المبنى حي. شياو جي وقف مكانه في صمت غير متاثر تماما بتهديد الموت الدرامي جدا، لانه اتضح ان في راجل لابس معدات تكتيكيه بيراقب كل حركه ليه من كاميرا مراقبه. الراجل الجديد امره يمسك جهاز لاسلكي ويشيل المؤن للدور الاخير، وبعدها قدم له صفقه جامده جدا يطيعه لو عاوز يعيش. لكن شياو جي ما كانش باين عليه انه متاثر، ورفع جهاز اللاسلكي وسمع مطالب الراجل العظيمه من غرفه الامن قبل ما يرد بأكتر جملة.
انا برفض كانت اكتر جملة باردة في تاريخ المفاوضات اللي بعد نهاية العالم، وبعدها كسر كاميرا المراقبة لتحت منهيا رسميا محادثتهم الصغيرة، وده كمان بالصدفة خلص على واحد في نفس الوقت من طفيلات السقف. وبعد ما خلص الموضوع لف ومشي من غير ما يدي للراجل الدور اللي فوق اي تفكير تاني، واتجه مباشرة ناحية الباب المكتوب عليه الممر تحت الارض. تذكرته الوحيدة للخروج من المبنى ده كان هو الممر، ففتح فتحة صغيرة وبص لتحت على سلم غارق في ضلمة حالكة، وهو عارف ان دي مخاطرة كبيرة، واجبر نفسه يفضل هادي تماما ويكتم اي خوف ممكن يفعل العدوى اللي جواه، وهو ماسك العتلة كأنها طوق نجاة، وهو مستعد يواجه اي حاجة مستنياه في الضلمة ومع اعصابه تحت السيطرة. بدأ اخيرا ينزل ناحية المجهول، وشياو جي بينزل في الضلمة. صوت مخيف همس فجأة جوه عقله وقال انه خايف، وبعدها سأله لو كان هو كمان خايف، وده سابه مذهول تماما من التدخل النفسي الغريب، وقرر يكمل على اي حال، وهو حاسب انه يقدر يرجع لو الامور بقت اسوأ من اللازم. والعتلة جاهزة في ايده، كمل نزوله في الممر الاسود اللي تحت الارض، ولكن فجأة رعشة باردة جريت في ظهره وخلته يقف مكانه متجمد تماما، واستوعب انه دخل مباشرة في كمين من نوع ما. والصوت النفسي رجع تاني بيتريق عليه بسبب خوفه، وهو ببطء رفع عينه لفوق، وقبل ما يلحق يعمل اي حاجة وحش ضخم شبه 44 ظهر وهو متعلق في السقف بابتسامة مرعبة. وشياو جي غطى بقه فورا على امل ان الكابوس ده ما يكونش خد باله منه لسه. كان بيحاول بيأس يكتم رعبه لانه عارف ان اي غلطة هتفعل تحوله هو شخصيا. وشياو جي رجع لورا فورا وقرر ان قتال 44 عملاقة مش ضمن خطته النهارده. وبما ان الممر اللي تحت الارض بقى رسميا فخ موت، استوعب ان طريق الهروب ده اتقفل بالكامل. فكر انه هيضطر يجرب حظه بره ويمكن يلاقي عربية لسه شغالة، ولكن خطته العبقرية اتقطعت لما أصوات جديدة نادت عليه فجأة من وراه. هو لف ببطء وهو حاسس أصلا إن دي مش هتكون محادثة ودية، وفعلا كان في 2 معاهم أسلحة مرتجلة وبيطلبوا منه يسلمهم المؤن اللي معاه. وشياو جي بصلهم بنظرته الميتة، باين عليه متضايق أكتر من إنه خايف من السرقة. استوعب إنه كان مهمل وسمح لنفسه يتحاصر بسهولة كده من شوية هواه، ووقتها فهم إنهم غالبا كانوا بيراقبوه من كاميرات مراقبة المبنى طول الوقت. والبلطجي اللي باين عليه القائد فقد صبره وبدأ يلوح بسكينته كأنه فعلا تهديد. القائد ده شرح ان المؤن دي بقت رسميا ملكه وهو بيلوح بايده للتأكيد، ولكن لما بص اقرب لاحظ ان في حاجة غريبة جدا في عين شياو جي. طلع انه مش قادر يحس منه بأي مشاعر خالص، وده كان ارعب من اي تهديد. وقبل ما يلحق يستوعب ده شياو جي نزل تحت ضربة عشوائية وتفادى الهجوم بسهولة، وبعدها وقع على الارض كأنه بقى ضعيف تماما بعد النجاة الضيقة ديت. والبلطجي شاف فرصته وقرر يخلص الموضوع، فرفع السكينة علشان الضربة الأخيرة، ولكن شياو جي فضل باصص له من تحت وعينيه لسه ميتة تماما عن العالم. وفجأة حس بوجود حاجة ضخمة جدا وراه عند باب الممر تحت الأرض، وفي لحظة مجس عملاق ضخم حطم الباب بقوة انفجارية واخترق السارق اللي كان ناوي يقتله، موفرا على شياو جي مشاكل كتير. والسارق التاني كان بيفقد عقله تماما وبيصرخ بسبب الوحش اللي ظهر فجأة. هو اتشل من الرعب وبشكل مثير للشفقة فضل يترجى ان اي حد يجي ينقذه. اما شياو جي فبص له بنفس النظرة الباردة المحسوبة، غير متأثر تماما بالفوضى، كأنه بيقرر لو كان الراجل ده يستاهل يتعب نفسه وينقذه ولا لا. ومسك البلطجي من يد هدومه وقال له يسمع كويس لو عاوز يعيش، ولكن الراجل كان ضايع تماما ولسه بيهزي عن الهروب من الوحش. فشياو جي قال له بوضوح سيطر على مشاعرك وهو مش هيهاجمك. والبلطجي بطريقة ما افتكر ان في مخدر شغال وفهم الموضوع كله غلط، ولما شاف ان الوحش موجود قدامه جات له فكرة عبقرية جدا. زق شياو جي لقدام كقربان بشري علشان يهرب هو بجبنه، وفي اخر لحظة شياو جي زق البلطجي بعيد عن الطريق بتصرف رحمة محير جدا، وساب الراجل يئن على الارض محطم تماما من تجربة الموت القريبة. شياو جي مسكه وقال
له يلم نفسه ويجري لو فعلا عاوز يعيش، واضاف ان نجاته دلوقتي مسؤوليته هو بنسبة 100%، مش مسؤوليته. وبعد كده بيتنقلوا في حمام قريب علشان يعيدوا ترتيب نفسهم، والبلطجي لسه مشلول من شدة الرعب، بينما شياو جي استوعب تماما ان مفيش كاميرات، وده معناه ان الرجالة دول كانوا بيراقبوه من مكان تاني. ولكن البلطجي اللي كان فايت النقطة تماما سألوا عن المخدر اللي بيمنع الوحوش من الهجوم، وحتى حاول يعمل نفسه جامد وقال ان كون شياو جي انقذه مش معناه اي حاجة، فشياو جي هدده انه هيسيبه ويمشي لو مش عاوز يتعاون، وده فورا خلى الراجل يترجاه يستنى، واخيرا فهم مين اللي ماسك دلوقتي زمام الامور. والبلطجي استسلم اخيرا وقرر ان الاعتراف بكل حاجة احسن بكتير من انه يبقى اكل وحوش. كشف ان في سيد شاب بيديهم مخدر خاص للمهام، وهو مثبط للمشاعر بيخليك كأنك غير مرئي بالنسبة للكائنات اللي بتطاردهم، لكن المشكلة انه بيستمر 15 دقيقة بس وليه اثار جانبية سيئة، وفوق ده كله الكمية متحكم فيها بشدة، وده بيسيبهم مكشوفين تماما اول ما ينتهي مفعوله. وشياو جي سأله بس مين السيد الشاب الغامض ده اصلا، وباين عليه انه غير منبهر تماما. فالراجل بدأ يشرح بتوتر هيكل القوة كله في المبنى، طلع انه ابن رئيس مجلس الادارة اللي بيملك ناطحة السحاب كلها، راجل قوي لدرجة انه لسه يقدر يطلب موارد عسكرية في نص نهاية العالم، وكمان بنى ملجأ خاص في الدور الأخير اللي دلوقتي مليان طفيليات بتزحف حواليه. والمشهد بيتنقل للسيد الشاب وهو بيخاطب مجموعة من الناجين في ملجأه المحصن، وبيسمع باهتمام شديد لجهاز لاسلكي جايب له أخبار مهمة جدا من العالم الخارجي. طلع إن الجيش بيطلبه بالاسم وبيأكد إنه لسه عايش، وبيوصيه يفضل على قناة 9 ويستمر يبلغهم بمكانه علشان يتم إخلاؤه. هو أكد لهم موقعهم بهدوء في لوبي الدور الأول، وباين عليه مبسوط بنفسه زيادة عن اللزوم قبل ما يحط اللاسلكي جنب المسدس اللي شايله بسهولة على جنبه. وبعد ما خلص ده لف الجمهور الأسير وأعلن إن جيش الإنقاذ في الطريق، وبعدها شرح لهم إنه بما إنه الوحيد اللي عنده خط تواصل مع بره وكل الموارد غير المسدس طبعا، فهو دلوقتي اللي هيمشي كل حاجة هنا. وعدهم إنهم لو سمعوا كلامه بس هيضمن نجاتهم بنفسه، والناجون المرعوبين ما قدروش غير إنهم يبصوا، وآخر ذرة أمل عندهم اختفت تماما. بينما السيد الشاب واقف بابتسامة متكبرة مستمتع بكل ثانية من يأسهم المطلق. وواحد منهم انهار فورا ووعد انه هيعمل اي حاجة يقولها من غير سؤال، وباقي الحشد لحقوه بسرعة كلهم يائسين انهم يكسبوا رضاه وبيترجوا على حياتهم بشكل مهين، شايفينه طريقهم الوحيد للخروج من الجحيم ده. وتشاو تشينج كان بيستمتع بكل ده قاعد على العرش المؤقت كأنه ملك ما بعد نهاية العالم. نرجع للحمام، والبلطجي شرح ان الراجل ده أسوأ من أي وحش، وشياو جي استوعب الكلام وتعبيره زي ما هو غير قابل للقراءة، وهو بيعالج في دماغه التهديد الجديد. بدأ يفهم القوة اللي الراجل ده ماسكها، خصوصا وصوله الموارد من بره، وبيقلع شنطته وبيرميها للبلطجي، والبلطجي مسكها على طول. وبعد ما شياو جي حسم قراره قال للبلطجي ياخده للدور الأخير مباشرة، والراجل قاده القسم متحصن. المهم المشهد بيتنقل في الدور الاخير، كان تشاو تشينج بيفتخر وبيسميه ملجأه الشخصي، وطلع ان وانج تشي وينج موجودين بالفعل هنا وباين عليهم قمة السعادة انهم بقوا جزء من الطائفة الجديدة ديت. وتشاو تشينج بدأ جولته العظيمة بيتفاخر بالتكييف اللي شغال طول الوقت كأنه فندق 5 نجوم. بعدها اشار للاستحمام الشغال اللي كل واحد مسموح له يستخدمه مرة واحدة بالظبط في الاسبوع، يا لها من رفاهية. وبعدها شرح الحصص اليومية الكريمة اللي بالعافية تكفي تخلي هامستر عايش، وطبعا اضاف ان المساهمات الكبيرة هتدي صاحبها اكل زيادة مؤسسا ديكتاتوريته الصغيرة. ووضح بابتسامة مجنونة ان كل اللي عليهم يعملوه هو انهم يطيعوا كل اوامره، لكن وهو مستمتع باستعراض قوته واحد من وسط الحشد رفع ايده بخجل وسأل سؤال منطقي جدا، ازاي يحسوا بالامان وهو معاه كل الاسلحة؟ وتشاو تشينج فضل باصص للراجل اللي اتجرأ يسأله وساب الصمت يتكلم بداله، وبعدها بسرعة طلع مسدسه ووعده انه مش هيموت على ايده، ودي طبعا ضمانة مريحة جدا. الراجل المسكين بدأ فورا يترجى على حياته مستوعب انه عمل غلطة هتنهي مستقبله بالكامل، لكن وانج تشي كان بيراقب استعراض القوة ده كله وباين عليه انه شاف كفاية من الهبل ده. وبينما تشاو تشينج كان مستمتع باللحظة، وانج تشي قرر ان العرض الصغير ده طال زيادة عن اللزوم. هو دخل وقال للدكتاتور المزعوم
يقوم يوقف اللي بيعمله قبل ما يزودها، وتشاو تشينج فورا غير اسلوبه وضحك كأن الموضوع كله كان نكته لطيفه جدا يا جماعه. بعدها انتباهه توجه لوانج تشي وبابتسامه مقلقه ساله عن اسمه، وبعد لحظه توتر تشاو تشينج ده عامل التوصيل لمحادثه خاصه مميزه لوحده، ووانج تشي وينج ما قدروش غير انهم يبصوا عارفين ان اللي جاي هيبقى اسوأ بكتير. نرجع للحمام. شياو جي كان بيغسل الدم من ايده وملامحه كئيبه، وبعد ما قفل الميه خد لحظه قصيره يجمع نفسه وهو باصص لانعكاسه في المرايه بيستعد للمرحله الجايه من الكابوس ده. والمرشد الجديد بتاعه شرح ان اول محطه ليهم هي الاسانسير الخاص بالسيد الشاب والموجود بشكل مناسب جدا ورا باب حريق في الدور الاول. فشياو جي قال له يقوده بس للطريق، ومن غير ما يضيع وقت في المجاملات البلطجي المرعوب فتح الباب بتردد وايديه بتترعش طول الوقت، والاتنين بدأوا يتحركوا بحذر في الطرقة المهجورة. الراجل فضل يتلعثم ويقول انهم قربوا يوصلوا محاولا يبين واثق، لكن شياو جي كان حاسس ان في حاجة غلط وبدأ يتساءل الراجل ده ناوي على ايه فعلا. وفجأة شياو جي حس بألم جرحه بيبدأ يشتعل وعقله بقى مشوش تماما، وقبل ما البلطجي يلحق يتصرف وقع على الارض مكانه كان فاقد الوعي تماما، وكل الضغط اللي مر بيه اخيرا جاله بأسوأ طريقة وساب مرشده الجديد مذهول تماما باصص لتحت على الوالي اللي لسه منقذ حياته. وبعد لحظة تردد البلطجي قرب بحذر ورفع العتلة اللي وقعت من شياو جي. في نفس الوقت حد بيراقب على شاشة استوعب ان شياو جي غالبا اغمى عليه من مقاومة الطفيل اللي جواه، ولاحظ انه على عكس كل الناس شياو جي ما فقدش السيطرة ولا اظهر اي علامات تحول. ففورا مسك اللاسلكي علشان يبلغ تشاو تشينج بالتطور المثير جدا ده. قال لرئيسه انهم يمكن يكونوا لسه لاقيين العنصر الاساسي للنجاة من الفوضى دي كلها. وده كان ملخص حلقة النهاردة. اعملوا لايك بقى واشتركوا علشان تشوفوا فيديوهات اكتر. نشوفكم المرة الجاية، وكان معكم تركي. سلام.